السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وتكونوا مهنيين. اليوم حبيت نشارك معكم واحد الفطائر بدون لحوم، يعني وما شاء الله يجوا اقتصاديين وخفاف. نبداو بسم الله على بركه الله. كمقادير: عندي هنا 2 كيسان ونص تاع فرينه الدقيق الابيض، عندي ملعقه كبيره تاع السكر، ملعقه كبيره تاع خميره الخبز خميره الفوريه، ضفت لهم ملعقه صغيره تاع الملح، حبه تاع البيض، ملعقه كبيره تاع الزيت، ونبقى نلايم العجينه بالماء دافي. انا الماء رفد لي كاس قل ربع تاع الماء. هذه هي العجينه اللي تحصلنا عليها، نخلوها تخمر. دوك نروحو نحضروا طريقه الحشو. عندي هنا الجبن الابيض، ملعقه صغيره تاع الهريسه، كميه تاع المعدنوس قطعته، نص حبه تاع البصل، وهنا كنت غليت حبيبه تاع البطاطا في شويه تاع الملح والماء، وكرازيتهم بالفرشيطه. نضيف لهم رشه تاع الملح، على راس المغرف صغيره شويه تاع كمون، ورشه تاع فلفل الاسود. يعني هذه الحشوه تقدروا تضيفوا لها حتى الزيتون، ولا صدقوني هي اقتصاديه. هي صح راح تجيكم شويه غريبه هذه الحشوه، بصح بنينه، يعني تقولوا ناكلها هكذا بالمغرف من قوه البنه اللي فيها. دوك نخلط مليح هذاك الحشو. دوك نروحوا لطريقه تحضير يعني تشكيل هادو الفطائر. يعني نقسم العجينه كامل الى كويرات صغار، يعني 2 كيسان تاع الفرينه، 2 كيسان ونص تاع فرينه، مدت لي كميه لاباس بيها. هاي هنا دوك بعد ما كورت هذوك العجينه، دوك ندوزو لطريقه التشكيل. هنا نرش بشويه تاع الفرينه، نفتحها على شكل بيضاوي. دوك نضيف كميه تاع الحشو يعني لاباس بيها. وطريقه التشكيل راها واضحه في الصوره. وهذوك الاطراف نغلقوهم مليح باش ما ينفتحوش.
هنا ضفت لهم الجبن المبشور، دوك ندوز ندهنهم بصفر تاع البيض، ضفت له شويه قطره تاع الخل، ومن الجهه واحده اخرى الكوشه ديالكم تكونوا راكم مسخنينها من قبل، يعني سر المخبوزات لازم تسخنوا الكوشه ديالكم من قبل. هنا درت رشه خفيفه تاع السانوج، تقدروا تعوضوا حتى بالجلجلان ولا اي زرارع اللي عندكم تقدروا ديروهم. دوك نكملهم كامل بنفس الطريقه. هنا بعد ما كملتهم كامل دخلتهم للفرن يطيبوا، ونشوفوهم في طبق تقديم ان شاء الله. هادو هما خياتي فطائر بدون لحوم، يعني بالحشوه تاع البطاطا، يعني صدقوني بالله راح يجيكم هذا الحشو يجيكم بنين بالبزاف. نتمنى لا فيديو تاع نهار تاع اليوم يكون عجبكم، في فيديو قادم ان شاء الله.